من هنا كانت البداية. من تونس، حيث أشعل البوعزيزي شرارة الغضب الشعبي، فانطلقت ثورة الكرامة التي أسقطت زين العابدين بن علي. كانت ولاية سيدي بوزيد وعلى مدى عقود طويلة تعاني التهميش الاجتماعي والاقتصادي، حتى ضرب الفقر أطنابه عميقا في هذه المنطقة، دون أن تقدم الدولة أي حلول لتنميتها وإخراجها من الأوضاع التي كانت عليها. كل ذلك كان مغلفا بقبضة أمنية فرضها نظام بن علي على مدى 23 عاما، لتسود حالة من الاحتقان الشديد التي نخرت في سيدي بوزيد، ولتندلع الشرارة في 17 من ديسمبر كانون الأول عام 2010، يوم أن أشعل شاب عشريني النار في نفسه، فأصبح رمزا للثورة والكرامة في العالم العربي. طارق الطيب محمد البوعزيزي، أيقونة الربيع العربي، الشاب الذي وقف محتجا وغاضبا أمام مبنى البلدية في سيدي بوزيد بعد أن تقدم بشكوى ضد شرطية تدعى فادية حمدي، والتي كانت قد صادرت عربته التي كان يستعملها لبيع الخضروات، العربة المصادرة التي مثلت كل أشكال الظلم من النظام السياسي، حتى أن الأنباء سادت حينها بأن فادية لم تكتفي بمصادرة العربة، بل قامت بصفع البوعزيزي جهرا على وجهه، الأمر الذي راكم الغضب بداخله فأضرم النار في نفسه. أبلغ أنواع الاحتجاج وأكثرها غضبا ليلقى الشاب حتفه بعد فترة وجيزة. استجاب أبناء الولاية لنداء البوعزيزي، فانطلقت المظاهرات والاحتجاجات في مختلف أنحاء ولاية سيدي بوزيد، حيث نزل المواطنون إلى الشوارع رافعين شعارات تطالب بالحرية والمساواة والكرامة والحق في العمل والعدالة الاجتماعية. على الأرض، وفي 18 من ديسمبر كانون الأول 2010 خرج آلاف المتظاهرين أمام مقر الولاية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حتى أن ولايات أخرى قد استجابت لما يحدث في سيدي بوزيد، الأمر الذي استدعى مزيدا من القوة الأمنية، فسقط الضحايا واحدا تلو الآخر، راسمين لتونس مستقبلا ظنوه أفضل مما كانوا عليه. يا توانسة ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بان عليه هرب، بان عليه هرب من الشعب التونسي.